واهلا بك يا صديقي في فيديو جديد من فيديوهات الابداع والحركات والفوتوشوبيات. عايز اقول لك ان انا كنت قاعد في وقت فراغي كده بقلب في الصور على فريبيك، فلقيت صورة شخص موديل لذيذ. ما حسيتش ان الصورة ايه اللي احنا دخلنا عليه ده، ايه ده. ما حسيتش ان الصورة حسالة، لا حسيت ان هي يجي منها شيء، حسيت ان هي يجي منها اكشن، حاجة فانتازيا كده، فاهمني. فروحت اعمل لها داونلود ورحت على الموقع الصيني اللي انا مش عارف اسمه لحد النهارده، موقع غريب جدا بصراحه، مش عارف اسمه. فقصيتها كده وعملت لها داونلود. انا طبعا رحت على الموقع ده عشان اخد احسن نتيجه قص ممكنه، فاهمني. ما حبيتش ان انا اقصها بالسلكت سبجكت او باي اداه قص يعني. بعد كده رحت على الفوتوشوب وفتحت مقاس عرضي وليكن 4000 في 2250 في ريزوليوشن اي حاجه، ورحت على الصور وسحبت الشخص معايا على الفوتوشوب وفضلت اكبر فيه كده. طبعا يا صديقي اللي احنا هنعمله النهارده بوستر فيلم، فاهمني، او ايا كان المسمى اللي انت هتسميه. انا قلت ان انا بعمل بوستر فيلم او دي طريقه بوسترات الافلام، فاهمني. فانا بديك الفكره او التركايه وانت ممكن تعمل حاجه احسن مني واقوى مني، ولكن انا بس بديك الفكره. خلاص، بعد ما سحبت الشخص وكبرته وجبته على اليمين كده، رحت على الصور وكان في تيكتشر انا محملها، كنت كاتب روك تيكتشر على فريبيك اهي، سحبتها معايا وهقول لك هنعمل بيها ايه دلوقتي. انا افتكرت دلوقتي طبعا وانا بشرح، انا ما عملتهاش في التصميم الاولاني. سحبتها على الشخص وخليتها كليبنج ماسك وخليت البلند مود بتاعها مالتي بلاي، وهقول لك دلوقتي هنعمل بيها ايه. هاتها الناحيه دي كده اهو، جميل قوي. واعمل لها ماسك وهات البراش تول العاديه وخلي الفلو 100%، وابدا امسح كده، امسح كده اهو اهو، تدينا افكت رايق قوي دي. امسح كده من عند عينيه الجزء ده، جميل جميل. ممكن بس اسحبها كده لجوه شويه عشان الشرخ ده يبان وكأن الشرخ ده في وشه. خلاص طيب، كده كده انا هعمل ماسك للشخص وهمسح الجزء بتاع الشمال ده، انا مش عايزه، مش محتاجه، واقلل الفلو شويه وتبدا كده تمسح منه. وهقول لك ليه انا مسحت الجزء ده، عشان لما اجيب النار اركبها في وشه لازم الجزء ده يكون مخفي اصلا او متشال. تمام. التكتشر دي هاتها لجوه بس شويه وخليها على كالر دوج. خلاص، وابدا بقى ارسم كده، ابدا ارسم في الاجزاء دي، ولكن انت ممكن تبططها شويه اهو. بص، انا ممكن اعمل الخطوه دي بالهارد براش، خلينا اجيبها كده يعني. انا ما عملتش الخطوه دي وانا شغال، ولكن انا هجربها معاك دلوقتي وهبططها كده من هنا اهو وهعوجها سن، وتبدا كده تمشي في الفراغات دي اهو. طبعا انت لو معاك جرافيك تابلت هتترسم معاك بشكل افضل اهو. وخليها مدوره بقى عادي، وصغر السايز. ممكن تمشي في الاجزاء دي كده، وهنا برضو، وهنا في الجزء ده بدأ يشرب الإضاءة دي، فهمتني اهو. قلل الفل كمان شوية. ممكن تكرر اللاير دي وتخلي المود بتاعها على سكرين، وتروح عند فلتر وتختار بلور وتختار الجاسيان بلور وتزود البلور كده، هتحس ان في اضاءة بشكل واقعي قوي. وتدوس اوكي وتقلل الاوباستي كمان، جميل قوي. هتيجي على اللاير دي اللي تحت، البرش اللي تحت دي، وتعمل لها ماسك، وتبدا ان انت بالسوفت برش تبدا ان انت تنعمها كده عشان ما تبقاش شرط اهو. خلي بالك انا كده يعتبر بديك اساسيات اضاءه، فاهمني اهو يا صديقي اهو، زي الفل. ممكن اعمل ايه تاني؟ ممكن اعمل على اللير فوق اللير بتاعت الشخص سوليد كلر بنفس اللون اهو ده، واجيبها كده شويه، اخليها فوق التكتشر واجيبها الناحيه دي كده، واروح عند البلند اوبشن وهسحب السلايدر ده من هنا كده ناحيه اليمين. بص هتشوف ايه اللي بيحصل، وهتدوس على الالت، هتثبت صباعك على الالت وتدوس على المثلثين دول هيتقسموا نصين كده. هتسحب المثلث ده الناحيه دي اهو، والمثلث ده هتسحبه ناحيه الشمال. بص هتلاقي البشره بيحصل فيها ايه اهو، ولكن رجع المثلث الاسود ده كده شويه، جميل جدا. هتقف على الماسك بتاع السوليد كلر ده، هتجيب السوفت براش برضو، واحنا معظم شغلنا هيكون بالسوفت براش او الهارد براش يعني، هو ده شغل بوسترات الافلام معظمه بيكون بالبراشات يعني. هتبدا بقى تنعم كده، قلل بس الفلو شويه وليكن على 15، وابدا نعم بقى الاجزاء دي. انا عايز بس الجزء اللي هنا هو اللي يكون فيه اضاءه. جميل جدا يا صديقي. اقف فوق خالص واعمل نيو لاير وهات السوفت براش وخليه على اللون الاحمر، وخلي الفلو 100%، والبلند مود بتاعها على سكرين، وادي كليكايه كده وامسكها بكنترول تي وهاتها على عينيه
الناحيه دي. خلاص. بعد كده ممكن تكررها تاني وتخلي البلند مود بتاعها على الكالر دوج وتصغرها سنه على الجزء الاسود بتاع النعني ده اهو. واللاير اللي معموله على سكرين تمسكها بكنترول تي برضو وتكبرها كده على عينيه وتقلل الاوباستي بتاعها حاجات بسيطه. جميل جدا. وعلى عينيه التانية لو عملت زوم كده اعمل نيو لاير وهات البراش برضو وصغرها وابدا ارسم كده في الجزء ده اهو. خليه على بلند على الكالر دوج وقلل الفل. هتشوف بص الافكت ده لو جيت عملت زوم اوت بص عظمه يعني. طيب احنا كده اشتغلنا على الوش. ايه بقى اللي احنا محتاجين نعمله دلوقتي؟ هنجيب النربه ونبدا ندمجها في وشه كانها خارجه من وشه. خلاص. قبل ما اعمل الخطوه دي بس في حاجه نسيت اعملها، ان انا هعمل نيو لاير وهخليها كليبنج ماسك على اللاير بتاعت الشخص. وهتجيب البراش تول اللون اللي رايح ناحيه الاورنج ده وهخلي البلند مود على الكالر دوج وهعمل كده في الجزء ده. هنور الجزء ده من وشه هاجي من الفل من هنا ايه، هقلل الفل كده. بص هتلاحظ اللي بيحصل لو جيت تشوف قبل وبعد بص عظمه يعني. بس يا صديقي حط كل دول في جروب كنترول جي. بعد كده روح على النار او روح على الصور وهات النار دي كبرها كده جيبها الناحيه دي. لو جيت تبص على الصوره اللي انا عاملها هتحس ان هي ايه معكوسه كده او زي ما هي، بس انا كنت مكبرها شويه. جميل جدا. خلي المود بتاعها على سكرين اهو يا صديقي. ظبط بقى على الوش كده على حسب ما عينيك توريك. جميل قوي. اعمل ماسك وهات البراش تول. اعمل كنترول عشان تعكس الماسك وهات البراش تول وخلي المربع هنا على ابيض وابدا اظهر كده في الاجزاء دي. انا يهمني ان هي تكون خارجه من وشه وهبدا انعم دلوقتي النار بحيث ان هي تكون جزء من وشه. فاهم؟ انا مش هسيبها كده اهو. اعكس بقى المربع من هنا هاته على اسود وابدا بقى ايه نعم كده الاجزاء دي، بس قلل الفلو سنه ايه احنا قللناها على الاخر. خليه وليكن على 16% كويس. وابدا بقى نعم كده يا صديقي. نعم اهو. نعم. خلينا بس نعلي الفلو سنه وابدا نعم كده. خلينا كده نرجع للصوره الاصليه ونشوف الكلام على ايه. تمام لحد كده احنا ماشيين كويس. طيب اهو هاتها بس كده صغرها كده شويه او كبرها يعني. هنشوف احنا لو صغرنا او كبرنا نشوف انهي احسن. احنا ممكن نصغر سنه. انا شايف ان هي كده تمام، بس احنا محتاجين ننعم من الاجزاء دي. طبعا انت لازم تاخد وقتك في الشغل ده، في شغل الدمج او شغل الماسكات ده لازم تاخد وقتك فيه، لان التصميم الاولاني اللي انا عامله كنت واخد وقت فيه فطالع حلو، لكن دلوقتي انا بشرح ممكن ما يطلعش احسن حاجه. انت خد وقتك عادي جدا زي الفل كده يا صديقي. انا يعتبر دمجت النار في وش الشخص ده فاهمني، واحنا كده يعتبر خلصنا. قبل ما نروح على خطوه الكاميرا رو فلتر هتعمل نيو لاير وهتجيب البراش برضو وهتخليها على اللينير دوج وهتخلي الفلو المره دي على 3% او 4% بكبيرك. خلينا مثلا على 4% وتبدا كده ايه هتعمل كده زي جلو كده هديك برضو شكل جميل قوي. ممكن تعمل نيو لاير تاني وتخليها على الاوفرلاي وهتبك اللون ده هتخليه رايح ناحيه الاورنج شويه. تبدا تدي كليكات كده هتلاحظ انت بنفسك ايه اللي بيحصل اهو. بص يا صديقي كده قبل بعد اروح معاك على خطوه الكاميرا رو فلتر. هتعمل كنترول شيفت الت اي عشان اخد لاير اشتغل عليها كاميرا رو واخلي التصميم ورم سنه واعلي الاكسبوجر. بص انت لو قللت الاكسبوجر هيديك تفاصيل في وشه باين، فما تقللوش قوي وما تعلوش قوي. انا قللته حاجات بسيطه بس وعلي الكونتراست سنه عشان يديك برضو تفاصيل فاهمني. والهايلايتس انت لما بتقللها برضو الاضاءه او التفاصيل بتاعت الاضاءه بص اللي بيحصل فيها، فانا مش هعليها قوي، هقللها حاجات بسيطه. والشادوز ممكن تزودها سنه، والوايتس زودها حاجات بسيطه برضو، البلاكس زودها سنه، والتكتشر خليها على 30 مثلا، والكلاريتي 10 بكبيرك. ما تافورش عن كده عشان هي بتبوظ مش بتحلي. والفايبرنس انا دايما بحب ازوده سنه وبروح ساحب الساتوريشن من تحت شويه فهمتني. والديتيلز من هنا ممكن الشاربننج ازودها. انا بحب اخلي الشاربننج 50% او 60%، ما بزودش عن كده. والكالر ميكسر هاجي على الساتوريشن من هنا وهزود الساتوريشن بتاع الاحمر والاورنج واليلو خلاص عشان الافكت بتاع النار ده يزيد. والافكتس دي هتيجي فيها والرقم ده هتقلله سنه عشان يعمل لك اسود حوالين الصوره.
والجرين دي ممكن برضو ايه تخليها على 9 او 10 عشان تديك حته سينماتيك كده. بس كده وتدوس اوكي وتبص كده قبل وبعد على العظمه اللي احنا عملناها دي. هتحط بس التكست بتاعك، ممكن تكتب مثلا فاير وتاخد منها كوبي وتكتب مان، وتخلي الاتنين مثلا باللون الابيض وتكبرهم سنه. ممكن فاير دي اخليها بفونت عادي، فونت تاني خالص غير ده، واصغرها بقى اجيبها الناحيه دي كده، او ممكن تسمي اي اسم يعجبك يعني فاهم. بس يا صديقي ممكن تخلي الاتنين بميل، تمسك الاتنين بكنترول تي تخليهم بميل كده زي الفل. انا هنا كتبت ان اوفيشال وصغرتها شويه وجبتها الناحيه دي وخليتها بميل برضو. وبس كده يا صديقي، وبكده اكون وصلت معاك لاخر الدرس. لو الفيديو عجبك وفعلا استفدت منه يا ريت تدعمني بكومنت جميل، لان ده اللي هيشجعني ان انا اكمل. وتشترك في القناه وتعمل لايك على الفيديو عشان ما يفوتكش اي حاجه من الحاجات اللي جايه. واشوفك في فيديوهات جايه احسن واحسن، وسلام يا صديقي.